هنخلل مع بعض احلى شويه ليمون لرمضان ان شاء الله. مش هنخليه يتهري خالص عشان يقعد معاكي لرمضان باذن الله. احلى شويه ليمون. اول ما يغلي هنشوفه مع بعض وهنشوف الدقات بتاعته هنعمل ايه فيه. احلى شويه ليمون عسل. يبرد نخلله مع بعض. هنكمل بقية تخليل الليمون خطوة خطوة عشان يطلع حلو وممتاز ويقعد لرمضان وتاكلي منه. لو حبيتي تخليلي منه وتاكلي منه بعد اسبوع عادي مفيش مشكلة، بس هو يقعد معاكي لرمضان. معانا الفلفل اهو، ومعانا الليمون صفيناه، ومعانا حبة البركة والعصفر اهو. حبة بركة وعصفر بيديله ريحة وطعم كأنك عاملاه بليمون مع عصفر. وهتحطي هريسة اهي، هريسة بالشكل ده، ودول نحطها في مية الملح بالشكل ده ونقلب بالشكل ده. ونجيب المعلقة برضو للأمانة قلت اوريكم الكيس اللي هحطه على كله بالشكل ده. ليه؟ لما تغطيه كده الهواء ما يخشش ما يسودش. لما تغطيه كده اهو الهواء بعد كده نقفله تاني عشان الهواء ما يسودوش، يعني ما يجيش عليه هواء خالص اهو. هنقفله بقى كله زي ده كده اهو، وبعد كده نقفل بقى ونشوف مع بعض. وقفلنا بالاكياس اهو عشان الهواء ما يخشلوش خالص، وحطينا الكيس من جوه وقفلنا الكيس تاني اهو بالجمال والقمر ده كله بالشكل ده اهو اهو. ولا احلى ولا اروع اهو. كيس من بره، كيس في قلب البرطمان يحبس الهواء ما يخليش الهواء يخش عشان ما يسودش. وده برضو نفس الطريقه، كيس من بره وكيس من جوه اهو. احلى شويه مخلل، روعه روعه روعه. يا كل سنه وانتم طيبين. احلى شويه ليمون مخلل بالعصفر وحبه البركه. تاكليه في رمضان، تاكليه بعد 10 ايام، تاكليه بعد شهر، براحتك. اللي احنا مش هناكله هنشيله باذن الله رمضان.
اهو البرطمانات الصغيرة دي هناكل منها اي وقت. وطبعا ردينا السكر دي. احلى شوية ليمون مخلل بحبة البركة والعصفر والشطة والهريسة، حاجة روعة.